السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة كويكسوتك. معاكم شادو، والنهارده هنلعب 7 ديدلي سينز. النهارده هنتعلم ازاي نقدر نكلير الدوجز بكل سهولة، اسرع تيمات. وهنتعلم ازاي نقدر نكليره من غير الشخصية بتاعة الدوجز اللي هي ثونر. هنقدر هديكوا كمان تيمات لو معاكوا ثونر بس معكوش الهولي ريليك بتاعها، تقدروا تكليروها من غيره. ويلا بينا على الفيديو على طول. هوريكم ازاي الاول التيمات اللي انا بستخدمها. وده من اقوى التيمات اللي موجوده في اللعبه، الفول هيومن تيم، بالذات في السكول انهاتي لو معاك ثونر، عشان بتديك بيزك ستاتس، والهولي ريليك بتاعها بيديك اتاك ريليتد ستاتس. هقرا لكم بسرعه كده اليونيك بتاعت ثونر. بيقول لك في الدوجز ديمونيك بيست بيزود الهيرو دامج ديلت وذ التيميت موف جيج وذ التيميت موف باي 200%، يعني 200% زياده على الالتيميت موف دامج. بينكريز allies damage dealt using single target attacks by 30%، يعني بيزود السنجل تارجت اتاك دامج ب 30%. وانكريز allied related stats by 40% for 3 turns، يعني بيديك 40% اتاك related stats لثلاث ترنات every كل ثلاث مرات بتنفليكت انت دامج على الانمي. والهولي ريلج بتاعها بيديك increase ally HP stats by 10% up to 4% and fill allies ultimate move gauge by 1 herb whenever uses a skill in الدوجز ديمونيك بيست. يعني لما بتضرب بثونر بيدي ثونر التيميت موف جايج، وبيدي كمان الشخصيات اللي معاها في الفيلد التيميت موف بوينتس. ده زي ما قلت لكم تيم من اقوى التيمات اللي موجوده. ده زي ما تقولوا كده الفاست تيم في اللعبه كلها، اسرع تيم ممكن تكلير بيه سكول اند هاتي. وده التيم اللي هعمل له شو كيس النهارده. هديكوا بقى كذا تيم تقدروا تلعبوا بيه وثونر موجوده، وهديكوا كذا تيم تقدروا تلعبوا بيه من غير ثونر. طبعا ميلي، ديمون كينج، ومش هحط استاروس عشان استاروسا زي ما انتوا عارفين بيحط داركنس، وللاسف في زي باسيف كده في الديمونيك بيست. هنا هوريها لكم ثانية، لازم اخش جوه الفايت. الديمونيك بيست هنا الداركنس ما بتأثرش فيه، فاستاروسا هيبقى يوسلس حرفيا، مش هتقدر تستفيد بيه حاجة. كمان حاجة مهمة جدا، لو انت مش هتكلير في ترن او ترنين بكتير، لازم يبقى معاك اجنايت بلوكر زي فرير كده بالظبط. السكيل بتاعته الله become immune to ignite، يعني ما بتحطش عليه اجنايت، عشان الوايت دوج في الفايت هنا بيحط عليك اجنايتات كتير، وكل اجنايت بيحطها بيعمل اكسترا دامج عليك. فانت بتبقى محتاج فرير او اي اجنايت بلوكر. لو انت هتلعب بتيم فول ديمونز وعايز اجنايت بلوكر من الديمونز، مفيش اي مشكلة، تقدر تحط ميلاسكيلا. بيقول لك at the end of the every turn are to ignite. تقريبا مش هي دي، هوريها لكم ثانية واحدة. ميلاسكيلا بتعمل ignite block. هي دي اللي هي sweet and scary ميلاسكيلا، اللي هي الجرين ميلاسكيلا دي، بتحطها بتعمل لك برضو بلوك للاجنايت لو انت عايز تلعب ايه فول ديمون تيم. ولو معكش ثونر وعايز برضو تلعب فول ديمون تيم، فانت هتحط في السلوت دي هنا كده، هتحط اي تاونتر، يعني بيحط تاونت على نفسه. هوريكم ازاي تقدروا تعملوا الموضوع ده. بنحط تشاندر هنا في السلوت دي عشان يبقى تاونت كاركتر، تقدر ايه تتعامل مع السنجل تارجت بتاعته، لان السنجل تارجت بتاعته قويه. فده كده فول ديمون تيم زي ما انتم شايفين. عايز تلعب مش عايز تلعب يا باشا بديمونز، عايز تلعب بسنز، مفيش اي مشكله. ميلي، اسكانور، كينج. ويا باشا هنا تحط اي حد بقى من ال السنز بالظبط، يعني ممكن تحط، لو عايز تحط تاونتر، عايز تحط كوين ديان حط، عايز تحط ميرلين حط، عايز تحط اسمه ايه بان حط. بس زي ما قلت لكم بان هنا ما بي الباسيف بتاعته اللي هي الديبافس ما بتشتغلش كويس في الديمونيك بيس، فانا ما بحطوش عموما. فانت السلوت دي بتبقى فري حرفيا، يعني تقدر تستخدم التيم ده كده وبرضه هتكسب ومش هيبقى فيه اي مشكله. التعامل بال الفايت من غير ثونر والهولي ريل بتاعها بيبقى رخم قوي.
بس ما بيبقاش مستحيل. في تيم تاني برضو ممكن تكلير بيه، بس ده تيم يعني انا منصحش بيه، هو عبارة عن تيم الجوينتس. ممكن بقى تحط ديان، سكادي، زي ما شايف كده. طبعا لازم الهولي ريليكس بتاعها، هي وماتورونا، جرين او ريد مش هتفرق. انا هوريكم جرين كده. واخر حد هنا بتحطه، يعني مفيش نوع معين انت تقدر ايه تتارجته. انت عايز تحط الدرور، حط. انا بحب البلو درور عشان معاه تاونت ومعاه بيعمل بيتريفاي، بس مش شغاله، بس هي قوي جدا والكوماندمنت بتاعته حلوه مش وحشه. فده تيم برضو جاينتس بيمشي في اللعبه، برضو بيمشي في الفايت هنا. مش ده التيم اللي انا هوريه لكم، انا هوريكم تيم الهيومنز عشان انا بحب العب بالهيومنز بصراحه، لانه تيم قوي جدا. تقدر تستفيد منه في كذا ديمونيك بيست زي ما هوريكم، او زي ما انتوا شفتوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديو ده. بيبقى عبارة عن اسكانور، روكسي، وبرونهيلد، وثونر. زي ما انتوا عارفين الباسف بتاعت الاسكانور هتشتغل عشان ثونر هيومن، برونهيلد هيومن، وروكسي هيومن. فهو ده التيم اللي انا هعمل له شو كيس. انت في العادي بتحط هنا اتاك لينك، وهنا نفس الوضع اتاك لينك عشان دول الدمج ديلرز بتوعك. هنا بتحط اعلى لينك عندك من اي حد، انا عندي استاروسا اعلى لينك عندي بالنسبة للستاتس. وهنا طبعا عشان انت عايز ثونر تسرفايف بتحط تارمي اللينك عليها زي ما انتوا شايفين كده. هو ده التيم. الارتفيشال كارد سيت، انا حاطط نفس الكارد سيت بتاعت الدير عشان البيزك ستاتس وعشان الايمنت فريز زي ما انتوا عارفين. لما بتبقى 5 ultimate move gauge فبيديك immune to freeze، ودي حاجة كويسة قوي في الدوجز بالذات، عشان البلاك دوج بيحط عليك فريز وبيحط عليك ديبافات كتير قوي، فانت لما بتبقى فول ultimate move gauge ما بتعملكش فريز. زي ما شايفين كده هو ده الايكويبمنتس اللي انا حاططها على الشخصيات. هتقولي بس انت يا شادو مش عامل الشخصيه بتاعت برونهيلد فول يو ار. اقول لك مش مشكله، ان انا ما بحتاجهاش قوي في الديفنس. وكمان الاتاك جير فوق مش حاططها اتاك بس، حاططها كريت شانس لانها الكريت شانس بتاعها واطي قوي، والباور سترايك كارد بيحتاج الكريت شانس جدا. ثونر ال الجير بتاعها عباره عن اتاك كريت ديفنس زي ما انتم شايفين كده، قصدي سوري كريت ريزيستنس، عشان ما يتعملهاش كريت خالص. انا عامل الرولز كلها كريت ريزيستنس زي ما انتم شايفين كده. ودي طبعا حاجه مهمه جدا، مش لازم تبقى عاملها يو ار بس، لازم تبقى عامل الست السب جيرز كده، السب قصدي ستاتس سوري، كريت ريزيستنس عشان تقدر تعيش كويس وتتعامل معاها. تقول لي طب انت ليه مش حاطط اتش بي ديفنس او اتش بي كريت ريزيستنس؟ عشان انا بحتاجها تعمل دامج عشان تعمل هيل. هتشوفوا جوه الفايت التعامل معاها هيبقى عامل ازاي. لازم تفهموا حاجه مهمه قوي، ان التعامل في الدوجز لازم يبقى سريع، بالذات في الهيومن تيمز، لان انت معكش كانسل ستانسر. يعني معكش كانسل ستانس، اي شخصيه بتعمل كانسل ستانس، عشان الدوجز بعد الفيز التانية في اي في الفايت بيعمل ستانس رخمه قوي. هتقدر مش هتقدر تعديها من غير كانسل ستانس. وبس كده، يلا بينا على الفايت على طول. يلا بينا نبدأ الفايت على طول. اشرح لكم ازاي تقدروا تكسبوا الدوجز بالهيومن تيم بكل سهولة. مش هتحتاجوا تعيدوا اي حاجة خالص، مش هتحتاجوا تخرجوا وتخشوا كتير. التيم ده بصراحة ستريت فورورد، ما فيهوش اي مشاكل خالص، التعامل معاه بيبقى سلس جدا. زي ما شايفين كده الفلور الاولاني، الفيز الاولانية هتبدأ. السي سي بتاعي مش عالي قوي، لان انا معظم كل الشخصيات هتبقى اتاك كريت ما عدا ثونر اتاك كريت ريزيستنس زي ما انتوا عارفين. هنبدأ نضرب أول كارتين بتوع ثونر عشان نبني الألتيميت موف بتاعنا. بعد كده هنقوم ضاربين سنجل تارجتس عشان نبدأ نعمل تشيب دامج كده شوية شوية. الضربات بتاعت ثونر دي مش الهدف منها انها تعمل دامج، الهدف منها انها تبدأ تستاك الباسف بتاعتها والهولي ريليك بتاعها زي ما شرحت لكم في الأول. كل 3 ضربات بيديك اتاك ريليتد ستاتس، هي الباسف بتاعتها، والهولي ريليك بيديك زي ما انتم عارفين التيميت موف.
لكل الشخصيات. انا ضربت ضربتين بثونر وما ضربتش اي ضربه باسكانور، واسكانور زي ما انتم شايفين كده معاه 2 اورب في الالتيميت بتاعته. طبعا البلو الوايت دوج هنا هو اللي بيضربنا، هو اللي نقدر نضربه. البلاك دوج زي ما انتم شايفين كده ما نقدرش نضربه خالص، او نقدر نضربه بس مش هيأثر في الهيلث بتاع الوايت دوج زي ما انتم شايفين. فاحنا بنبدأ نضرب الصن بتاعت اسكانور عشان نعمل ريموف للبفات اللي هو حاططها على نفسه دي. وبعد كده هنقوم ضاربين 2 واحده سنجل تارجت بتاعت برونهيلد عشان نبدا نرش الالت بتاعتها، عشان الالت بتاعتها هي الهيل الوحيد اللي موجود في التيم. وهنبدا كمان نضرب ضربه باسكانور كمان عشان نرش الالت بتاعته هو كمان. زي ما انتم شايفين الدمج حتى عالي جدا بالاي ويز، يعني مش حاجه سهله ابدا ان هو نقدر نتعامل من غير الهولي ريليك وثونر. زي ما انتم شايفين كده هنضرب الالت بتاعت برونهيلد عشان نهيل التيم كله، وهنقوم ضاربين ايه السنجل تارجتس دي عشان نبدا نجمع الالتات بتاعتنا. انا طبعا في معظم الاوقات بوان شوت الفيس دي على طول زي ما انتم شايفين كده. سنجل تارجت سنجل تارجت سنجل تارجت نخلص على طول. ادي الديمونيك بيست باسيف الجديد، اول ديمونيك بيست باسيف اشتغل معانا هنا زي ما انتم هتشوفوا كده. انا هبدا اضرب الوايت دوج عشان هو اللي بيحط عليه الاجنايتس، وهو اعلى دامج ديلر موجود في الفيس دي. زي ما انتم شايفين كده الفيس دي معلهاش دامج كاب، فعملت مليون وشويه بالالت بتاعت اسكانور، و 500 الف بالت ثونر. سنجل تارجت بتاعت روكسي زي ما انتم شايفين كده خلصنا الفيز في اقل حرفيا من دقيقتين او 3 دقايق. الفيز الفلور الاولاني خلص، وده هيبقى الستاندرد بتاع معظم الفلورات. انا قدام في الفيديو هطول شويه في الفلور الاخير عشان اوريكم الستانس اللي هو بيحطها وازاي ما تقدرش تكسب بيها او من غير ستانس كانسلر اللي هو اللي بيعمل الستانس ريموفل. الفايت في الفلور 2 بيبقى برضو نفس الوضع في الفلور 1. هو الفلور 2 تانكي شويه، فانت زي ما هتشوفوا كده الضربات بتاعت ثونر مش هتعمل دامج خالص على الوايت دوج. فهنبدا احنا نضرب البلو دوج عشان نبدا نستاك الباسيف. مش الهدف من الضربات دي زي ما قلت لكم ان احنا نعمل دامج، الهدف منها ان احنا نبدا نستاك الباسيف بتاعه الهولي ريليك بتاع ثونر والباسيف بتاعتها. فبنبدا كده نضرب الضربتين بتوع ثونر دي. الباسيف اللي كانت اتحطت علينا في اول فلور، هو كل فلور ليه باسيف واحده، يعني انت لما بتخلص الفلورين بيبقى عليك باسيفين زي ما هتشوفوا كده. شايفين السنجل تارجت بتاعت روكسي عامله دامج قد ايه؟ حوالي 400 الف دامج زي ما هتشوف كده. هو بدأ يتارجت اسكانور. انا دايما بحب احط اسكانور على الشمال عشان معظم الديمونيك بيست بيتارجتوا اللي هو اكتر واحد على الشمال. فمعظم الوقت بحب احط ايه اسكانور على الشمال عشان هو اكتر شخصيه تانكي موجوده معايا. دلوقتي هبدأ اضرب باسكانور وهبدأ ارش الالت بتاعت برونهيلد زي ما انتم عارفين عشان ابدأ اعمل الالت بتاعتها الهيل الفلور الجاي، عشان اخش الفلور الاخير بالشخصيات كلها معاها الالتات والهيل زي ما هتشوف كده. حرفيا اسهل من كده مفيش. بتضرب سنجل تارجتس وبتضرب التات بتخلص الفيزات زي ما شايفين كده. نزل الالت بتاعت برونهيلد والالت بتاعت اسكانور، اقوم ضارب الالت بتاعت برونهيلد وهبدا ارش الالت بتاعت روكسي. طبعا انا منزليش ولا كارت ل ثونر فمش قادر اضرب الالت بتاعتها، بس مش مشكله ابدا لان انتوا زي ما انتوا شايفين كده الالت بتاعت برونهيلد هي سنجل تارجت فبتعمل اكسترا دامج وبتعمل هيل كمان. الاي وي بتاعت روكسي قويه جدا انها بتعمل سبايك دامج كريت دامج تايمز 2، فانت اصلا الكريت دامج بتاعك عالي على روكسي. زي ما انت شايف كده السنجل تارجت بتاعتها 300 الف دامج، والسنجل تارجت بتاعت برونهيلد عامله 213 الف دامج. دي من اسوأ الباسيفز اللي ممكن تظهر لك اللي هي الباسيف القبضه دي. بيقول لك دي 40% increase damage when the hero attack an enemy with a lower attack، يعني طول ما انت الاتاك بتاعك اقل من البيست نفسه هتفضل تاخد 40% اكسترا دامج. وطبعا انت على طول بيبقى الاتاك بتاعك اقل منه لان هو زي ما انتم عارفين قوي جدا. دلوقتي انا هتارجت للوايت دوج لان هو اول حاجه هو اللي بيعمل اقوى دامج. البلاك دوج هو مهمته ان هو يعمل ديبف ويعمل اكستورت، والالتات بتبقى قويه شويه. بس المين دامج ديلر بتاع الفيزات دي كلها بيبقى الوايت دوج، وانا كمان كان حظي حلو هنا. الوايت دوج هو الوحيد اللي كان هيضرب الفيز دي، فرحت مخلص عليه على طول ضارب الالتات كلها وكل السنجل تارجتس اللي معايا.
زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كمان برونهيلدا معمول لها فريز عشان البلاك دوج موجود في الفلور، فمعمول لها فريز. وكمان عشان هي مش لسه ضاربين الالت بتاعها الفيز اللي فات، فمعناش الالت بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده بدات ايه اضرب الفيز دي عليها دامج كاب. زي ما انتم شايفين كده التعامل معاها بيبقى رخم شويه، بس الموضوع بيبقى سهل لما بتخلص من الدامج ديلر. المين دامج ديلر بترجع انت تضرب تاني. زي ما انتم شايفين كده هنبدا ايه نضرب السنجل تارجتس بتاعت اسكانور وروكسي. عايزين نخلص بقى الفيز دي بسرعه بسرعه، عشان ايه مش عايزين يتعمل لنا دي بافس كتير، ولا ناخد الالت بتاعته، عشان الالت بتاعته حرفيا بتعمل وايب، بتعمل اكستور. الضربه اللي قبل الالت على طول بتعمل على طول دايما بتعمل اكستورت، بعد كده الضربه اللي بعدها بتقوم الالت بتقوم مخلصه علينا. زي ما انتم شايفين كده الفيز خلصت. حرفيا اتضربنا مره واحده في اول الفلور بس، وبعد كده كله وايب وايب وايب. وزي ما انتم شايفين كده فول هيل، كل الشخصيات فول هيل. فالتعامل مع الشخصيات دي بيبقى يعني سهل نسبيا، بالذات لو انت باني الشخصيات كويس. هوريكم دلوقتي الجيميك اللي كنت بقول لكم عليه. هوريكم كأني هلعب الفلور ده، مش هركز قوي ازاي هضرب الشخصية، عشان اوريكم الستانس اللي بيحطها على الشخصية. هنبدأ نضرب الاتنين سنجل تارجت بتوعه ثونر عشان الباسيف زي ما انتم عارفين، وبعد كده هنقوم ضاربين ايه السنجل تارجت بتاعت برونهيلد والاي وي بتاع روكسي. انا زي ما قلت لكم مش عايز اقتل الفيز، عايز اوريكم ازاي مش هتقدروا تكسبوا حتى يعني مش هتقدروا تكسبوا لو ما قتلتوش الفيز دي في اسرع وقت ممكن. زي ما شايفين الدمج قبل الاتاك ريت ستاتس قليل جدا 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 زي ما انتم شفتوا فوق كده، فانت لازم تاخد بالك. انا هوريكم، انا هقدم الحته دي عشان ايه اوريكم. هو ضربني ضربتين وانا هرجع اضربه تاني، وبعد كده زي ما انتم شايفين كده البلاك دوج هيحط ستانس، هتعمل تاونت ومش هتخليك تقدر تضرب البلاك دوج. زي ما انتم شايفين كده انا هضرب حتى كل الكروت اللي معايا، مش هضرب ايه مش عايز اقتل، عايز اوريكم بس الفيس دي هتطول ازاي. انا بفكر دلوقتي اوريكم الفيس دي ازاي، فمش عايز اضرب اي كروت لاسكانور زي ما انتم شايفين كده، عشان كروت اسكانور بتعمل دامج عالي. فايه همشيها كده عشان اوريكم ازاي تقدروا ازاي قصدي الستانس دي هتخسرني الفلور، وهبدأ هضطر اعيد الفلور من الاول. زي ما انتم شايفين كده انا اتعمدت ان انا ما اقتلوش عشان اوريكم الفلور ده هيبقى الالتات عامله ازاي. وهضرب حتى الالت بتاعت برونهيلدا دي عشان اوريكم ازاي الالت مش هتأثر نهائي في البلاك دوج، لان هيبدأ قصدي سوري الوايت دوج، عشان هيبدأ البلاك دوج يحط ستانس زي ما انتم شايفين كده وتاونت. فهضرب هضرب معظم الالتات اللي معايا عشان اوريكم بس ايه اللي هيحصل. او زي ما انتم شايفين كده هضرب الالت بتاعت برونهيلد، وبعد كده زي ما انتم شايفين كده ما حصلوش اي دامج حرفيا. الاي او اي زي ما انتم شايفين كده الدامج بتاعها قليل جدا جدا، مش زي ما المتعودين. السنجل تارجتس ما بتأثرش زي ما انتم شايفين في الهيلث فوق، ولا حتى السكند بروك بتاعت روكسي. فزي ما انتم شايفين كده الفلور ده هيبقى مستحيل تعديه لو حط عليك تاونت. زي ما انتم شايفين كده وهيبدأ يضرب الالت بتاعته. انا هضرب ايه الالتات كده، انا عارف ان انا مش هكمل، انا بس عايز اوريكم ازاي ممكن تقدروا. زي ما انتم شايفين كده عملت فورفيت. لو حط التاونت دي هرجع لكم، لو حط التاونت دي هتخسروا الفايت لو ما قتلتوش او لو معكوش ستانس كانسلر. هي ثونر معاها ستانس كانسل بس على الليفل 2 سنجل تارجت بتاعها. انا ما بسيبهاش بصراحة، بستخدمها على طول. فزي ما انتم عارفين التعامل مع الستانس دي بيبقى صعب شويه، فهبدا الفلور ده زي ما بدات الفلور اللي فات. هبدا استاك الباسيف وهبدا اضرب. زي ما انتم شايفين كده بدات اضرب بقى السنجل تارجت الباور سترايك بتاعه برون هيلد، وبعد كده الايه السنجل تارجت بتاعه روكسي، عشان نبدا نحاول نقتل بقى الفلور ده. لان انا زي ما قلت لكم الفلور 3 الفيز 1 بتبقى تانكي قوي، فبحتاج ان انا اضرب ايه السنجل تارجتس بتاعتي بدري بدري، واعمل اعلى دامج ممكن بدري بدري. زي ما انت شايفين كده الاجنايتس اللي عليا دي بتزود له الدامج اللي بيضربه عليا. زي ما شايفين كده، شايفين ثونر الهيلث بتاعها قل ازاي، مع ان انا حاطط لها كريت ريزيستنس بطريقه غريبه.
وزي ما انتم شايفين كده عملت الريموف دي باف بتاع ريموف، قصدي البافس بتاعت اسكانور، وبعد كده هضرب السنجل تارجتس والسنجل تارجتس عشان اقتل الفيس دي، عشان زي ما انتم عارفين لو الفيس دي دخلت الضربه اللي بعدها مش هقدر اقتله، عشان هيحط البلاك دوج هيحط الستانس بتاعته. فكنت لازم اتاكد ان انا قتلت الفيس دي باسرع حاجه ممكنه عندي. وهنخش الفلور التاني على طول. انا ما بتطرقش الفلور التاني كتير لان زي ما انتم عارفين انا بوان شوت في معظم الاوقات، بس الفلور التاني ده انت مش عايز تقعد فيه حرفيا ولا فيز، لان هو بيبدا يحط عليك ديبافات وبيعمل لك ريموف التيميت موف جيج بطريقه غريبه. هو الدمج اصلا بتاعه عالي جدا، بس هو زي ما انتم قلت لكم هو مش تانكي قوي، فالتعامل معاه بيبقى سهل في معظم الاوقات. زي ما انتم شايفين كده انا ضربت الت واثنين سنجل تارجت لروكسي، مات على طول، ما لحقتش حتى اضرب السنجل تارجت بتاعت اسكانور. فزي ما انتم شايفين كده انا هبدا ايه اخلص من زي ما انتم عارفين الوايت دوك، عشان هو اعلى دامج ديلر موجود في الفلور ده. فهبدا اضرب ايه السنجل تارجتس والالتات بتاعتي عليه. زي ما انتم شايفين كده الفيس دي فيها دامج كاب 370,000، زي ما انتم شايفين كده على الشمال كله 370,000، ما عدا السنجل تارجت بتاع سكانور ضربت اقل شويه، والسنجل تارجت بتاعت ثونر هتضرب برضو اقل شويه، بس مش مشكله لان السكند تيك بتاعت روكسي هي اللي على طول بتقتل. زي ما هتشوفوا كده بقى شايفين الدمج حتى من غير بفات، من غير قصدي دي بفات علينا الدمج قليل جدا، وكمان بيشيل البفات من علينا لما بيعمل تارجت. زي ما انتم شايفين كده، شايفين على ثونر ما فيها ما عليهاش الاتاك ريليتد ستاتس زي برونهيلد وروكسي. اسكانور عشان كان معانا الالت ولسه ضاربينها فالاتاك ريليتد ستاتس لسه ما جاتش، بس زي ما انتم شايفين كده ما عليهوش الاتاك ريليتد ستاتس. انا هبدا اضرب بقى كل الكروت اللي معايا، وهبدا اضرب ايه اي كروت تعمل دمج عالي عليه عشان ابدا ايه اخلص منه، اعمل له تشيب دامج شويه شويه اسرع حاجه ممكنه. الاي وي بتاع توكسي قويه جدا ما تستهينوش بيها. زي ما انتم شايفين كده انا الاي ويز هي اللي كانت عندي الوحيده، وزي ما انتم شايفين كده قتلت حرفيا. الدامج بتاعها عالي جدا وقوي، وبالذات انها تايمز 2 كريت دامج كارد. زي ما انتم شايفين كده خلصنا الفلور بكل سهوله وبسرعه. فالتعامل مع الدوجز بيبقى سهل طول ما انت معاك تونر. لو معاك تونر بيبقى صعب شويه بس مش مستحيل. تمام. بس هو ده كان الكلير بتاع الدوجز، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتسيبوا لي رايكم في الكومنتس، واي طلبات اي طلبات منكم تسيبوها لي في الكومنتس، وانا ان شاء الله هنفذها لكم. وسلام.